فقد كنت أحبه كثيرا، فما رأيته إلا سررت برؤيته، لأنني ما رأيته قط إلا مبتسما، أرى وجهه دائما ضاحكا مبتسما. فاللهم كما جعلته مبتسما في دار الدنيا فاجعله من أهل السعادة في الآخرة. أيها الجمع الكريم، استمعنا منذ قليل إلى آخر سورة الأعراف، قراءة طيبة من آخر سورة الأعراف. بدأ قارئنا بقول الله سبحانه: إن ولي الله، ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. والله الذي لا إله غيره، لو أن أمة رسول الله فقهوا معنى هذه الآية وغاصوا في كلماتها وتدبروا حروفها وتدبروا الجمال الذي تحتويه، لكانوا أسعد أمة في الدنيا وأسعد أمة في الآخرة. حينما يقول القرآن معبرا عن حبيب الله محمد: إن ولي الله، كل منا يفتخر بولي أمره. أنت تقول ولي أمر فلان، وأنا أقول ولي أمر فلان، ونحن جميعا نقول ولي أمرنا فلان. لكن حبيبنا محمد يعلمنا أن الولاية الحق التي يرجى من ورائها كل خير أن تكون ولايتك لله رب العالمين. إن ولي الله، هنا يتساءل الناس: من هو الله يا رسول الله؟ فتأتي الإجابة: الذي نزل الكتاب. ثم يبين أن هذه الولاية ليست قاصرة على رسولنا محمد، بل هي عامة لجميع الصالحين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. أحباب رسول الله، إن ولي أمرك قد يقف عاجزا عن لقمة عيشك، أليس كذلك؟ إن ولي أمرك قد يقف عاجزا عن شفائك، أليس كذلك؟ إن ولي أمرك قد يقف عاجزا ومكبول اليدين عن حل مشكلة من مشكلاتك، أليس كذلك؟ إن ولي أمرك قد لا يستطيع إخراجك من العسر إلى اليسر. إن ولي أمرك قد لا يستطيع إخراجك من الكرب إلى الفرج. إن ولي أمرك قد لا يستطيع إخراجك من الفقر إلى الغنى ومن المرض إلى الصحة. لكن حينما يكون وليك هو الله فأنت تملك كل شيء، لأن وليك يملك كل شيء وهو الله. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، هكذا يقول ربك. ولذلك حينما يكون وليك هو الله، سعادة الدنيا وسعادة الآخرة في قبضة يدك. حينما يكون وليك هو الله، لا ضيق ولا هم ولا كرب ولا مرض، لأن وليك هو الله. حينما يكون وليك الله بصدق،
فأنت في سعادة أبدية. تخيلوا، هناك أناس يملكون الأموال لكن لا يملكون السعادة. هناك أناس يملكون الصحة لكن لا يشعرون بالسعادة. هناك أناس يملكون المناصب العالية الرفيعة لكن لا يشعرون بالسعادة. هناك أناس عندهم من الأبناء وعندهم من البيوتات وعندهم من الأراضي والأموال لكنهم لا يشعرون بالسعادة، لأنهم جعلوا ولايتهم للمال والعقارات والسيارات. حينما يكون وليك الله كما قال حبيبنا ومصطفانا رسول الله فأنت سعيد الدنيا والآخرة. انظروا إلى القرآن وتأملوا آياته. متى تعرف أن وليك الله؟ هذا سؤال نطرحه بين أيدي حضراتكم. أنا مسلم، نعم، وأنت مسلم، نعم. أنت تصلي، نعم، وأنا أصلي، نعم. أنا أحج بيت الله الحرام وأنت كذلك. أنت صمت شهر رمضان وأنا كذلك. لكن متى أعرف أن ولي الله؟ وقتين أعرف. هل هذه حقيقة أن ربنا ولي، ولا هذا ادعاء، هذا شعار؟ متى أعرف أن ولي الله؟ أترى متى تعرف؟ حينما ترى نفسك تخرج من طاعة إلى طاعة فاعلم أن وليك هو الله. حينما ترى نفسك تخرج من عمل صالح إلى عمل صالح فاعرف أن وليك الله. حينما ترى نفسك تخرج من خير إلى خير فاعلم أن وليك الله، لأن الذي يخرجك من الخير إلى خير آخر هو الله، وده من القرآن. إنما حينما تخرج من مصيبة لتقع في مصيبة، تطلع من مطب تقع في مطب، تطلع من حفرة تقع في حفرة، فإن وليك الشيطان. حينما ترى نفسك تخرج من معصية إلى معصية ومن بلوة إلى بلوة فإن ولاية الله قد تخلت عنك. اسمعوا للقرآن كما جاء في سورة البقرة. اسمعوا أحبة رسول الله، اسمعوا يا أتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام. الله ولي الذين آمنوا. اسمعوا أيها الموحدون بالله المتبعون لرسول الله القارئون للقرآن الساجدون بين يدي الواحد العدنان. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي مين؟ الذين آمنوا. وطالما ربنا وليك يقوم يطلعك من الظلمة للنور، يطلعك من الهم للفرج، يطلعك من العسر لليسر، يطلعك من المرض للصحة، يطلعك من الفقر للغنى، يطلعك من الدنو إلى العلو، يطلعك من الذل إلى العز. فاللهم ارفعنا ولا تخفضنا، كلنا ولا تكن علينا. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ده القرآن الكريم اللي احنا قريناه في شهر رمضان. خلي بالك، انت صمت وصليت وزكيت وحجيت، لكن طلعت بعد رمضان كذبت، طلعت بعد رمضان خنت، طلعت بعد رمضان لا صليت ولا صمت، يبقى ولاية الله قد تخلت عنك. ولذلك هنا أنا كمؤمن ولي لك، وأنت كمؤمن ولي لي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما صلي عليه، سيدنا النبي قال ايه؟ قال المؤمن مرآة أخيه. المؤمن ايه؟ مرآة. أنا في المراية بشوف وجهي لكن ما بشوفش ظهري. خلي بالك، أنا في المراية ايه؟ بشوف وجهي لكن ما بشوفش ظهري. أنت مرآتي، اللي أنا مش شايفه
انت يا مؤمن شايف اللي انا مش شايف، توطى عليا كده وتقول لي يا عم الشيخ اشرف والله انت راجل كويس وحلو بس فيك عيب كذا. اهو انت ولي كده. انا نفس النظام، لما اشوف فيك عيب اقول لك والله انا بحبك وانت حبيب واخدك بالحضن وابوسك، بس عندك حته كده، انت مقصر في بر ابوك ليه؟ انت مقصر مع جيرانك ليه؟ انت مقصر مع عيالك ليه؟ انت مقصر مع زوجتك ليه؟ انا وليك وانت ولي، انت تدفعني الى الخير وانا ادفعك الى الخير، انت تدفعني عن الشر وانا ادفعك عن الشر. استمع الى القرآن. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. مين اللي بيقول الكلام ده؟ الله، ربنا اللي بيقول الكلام ده. انا لما ينصحك هتمسك في جبته وتديني بالبوكس في وجهي، لا، ده انا لما بنصحك بمد ايدي واخدك للجنة، وانت لما تنصحني بتمد ايدك وتاخدني للجنة. أهناك فينا أو من بيننا من كأمير المؤمنين عمر بن الخطاب؟ في حد زي عم الشيخ محمد زي عمر بن الخطاب اللي قاعدين دول؟ في حد؟ أما خلي بالك. ومع ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، الذي إذا رآه الشيطان سالكا طريقا قال له لا يا عمر أنا مش قدك، يميل في طريق تاني. خلي بالك، الشيطان يقول كده. شوف سيدنا عمر جاي في طريق يقول له لا 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 انا سايب لك الطريق ومميل منه يا عمر. الشيطان ليه؟ من قوة ايمان سيدنا عمر بن الخطاب. ومع ذلك انظروا الى ما قاله سيدنا عمر، يقول اسمعوا الى هذه الكلمات: وضعوها في آذانكم وادخلوها الى قلوبكم بعدما توحدون ربكم وتصلون على حبيبكم. سيدنا عمر بيقول ايه؟ رحم الله امرأ، رحم الله ايه؟ بيدعي له بالرحمة، اهدى الي عيوبي. يا سلام، بقى انت يا عمر فيك عيوب وانا اجي اقول لك يا عمر فيك عيب؟ رحم الله امرأ اهدى الي عيوبي. ماذا حدث لأمة رسول الله؟ ماذا حدث للموحدين؟ ماذا حدث لأتباع محمد عليه الصلاة والسلام؟ لو واحد قال لواحد انت مقصر في الصلاة يمسك في خناقه. لا، حينما يدعوك أحد إلى الخير حبه وأقبل عليه، لأن ده بيحبك. اللي يقول لك انت كويس وانت 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 بيضللك وبيغرر بيك وسايبك لحد ما تصل إلى النار والعياذ بالله. ولذلك والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة. تأمرني بالمعروف وأنا أمرك بالمعروف، تنهاني عن المنكر وأنا أنهاك عن المنكر. أنا أخذ بيدك وأقول لك تعال نصلي وأنت تأخذ بيدي وتقول لي تعال نصلي، نأخذ بأيدي بعض إلى الجنة ونبعد بعضنا بعض عن النار. انظروا إلى القرآن، أنا أحدثكم بالقرآن حينما يقول ربنا حكاية عن سيدنا رسول الله: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فإن رسولنا محمد ليس بدعا من الرسل. أسكت اسمعني لما أنا أسمع وتتكلم وأنت تسمعني. صلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. نبينا محمد ليس بدعا من الرسل. يعني سيدنا النبي لما يقول إن ولي الله كذلك الأنبياء من قبل. تعال معي إلى آخر سورة يوسف عليه السلام: ربي قد آتيتني من الملك. سيدنا يوسف عليه السلام بقول يا رب انت اديتني كل اللي في نفسي، اديتني عيال واديتني أرض واديتني مال واديتني بيت واديتني زي ما انت بتقول. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض. وبعدين خلي بالك، أنت ولي في الدنيا والآخرة. أنت ولي فين؟ في الدنيا، كما توليتني في الدنيا وأعطيتني كل ما أريد، فتولني في الآخرة واجعلني من أهل الجنة يا رب العالمين.
دي سيدنا يوسف عليه السلام. خلي بالك، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما. سيدنا يوسف توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فاللهم إنا نتضرع إليك بالدعاء أن تتوفنا مسلمين وأن تلحقنا بالنبيين والصالحين. اللهم توفنا مسلمين. اللهم إن أردت أن تقبض أرواحنا في ليل أو في نهار، في سر أو إعلان، فتوفنا على الإسلام. اللهم توفنا على الإسلام وألحقنا بالنبيين والصالحين والأتقياء يا رب العالمين. اجمعنا مع حبيبك محمد في الفردوس الأعلى يا رب العالمين. كما ندعوك يا ربنا أن تجعل فقيدنا من أهل الجنة. اللهم أسكنه الفردوس الأعلى مع نبيك محمد. إن كان محسنا فزد في حسناته، إن كان مسيئا تجاوز عن سيئاته. اللهم إنك نسألك ألا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره، واغفر لنا وله ولكل من شيعه وصلى عليه وجاء ليعزي أهله أو سمع ذلك من المسلمين. أشكركم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للشيخ أشرف على هذه الكلمة، والذي جاء يقدم واجب العزاء لأسرة الراحل الكريم ولأهل هذه القرية جميعا في تكريمهم للأب الراحل الكريم. أسأل ربي عز وجل أن يجعله برفقة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الجنة، إنك مولانا ولي ذلك والقادر عليه.